الكنالوني ومحبين الكنالوني وتركات بسيطة جدا هتنجح معاكي الكنالوني. هو بينفع بقى في العزايم وفي القعدات الحلوة، وسهل وشيك جدا في التقديم. العجينة طرية وناعمة جدا وتحفة. يلا مع بعض بقى بطريقة بسيطة نعمله. في الخلاط ونزلت بمج دقيق وعليه بضاية، ونزلت عليه بكوباية ونص لبن، كمان بقى شوية فلفل اسود ونص معلقة ملح ومعلقة شاي صغيرة زبدة، بتفرق جدا في الطعم. بضرب بقى الكلام ده كويس وبصفيه وعلى التلاجة يستريح من نص ساعة لساعة. هنا بقى بمسح الطاسة بتاعتي، اي طاسة ما بتلزقش، بمنديل فيه زيت، وبنزل بالخليط بتاعي على نار هادية. بوزعه عشان هنا ممكن تلزق بسرعة. بوزعه وهنا ابتدت الجناب تستوي. اول ما بتستوي وتحمر ببتدي اقلب العجينة للناحية التانية. لونها حلو وجميل، وهنا من تحت استوت اهي. بشيلها وبعمل واحدة تانية. هنا نزلت بالخليط والجناب برضو ابتدت تستوي، وبقلبها على الناحية التانية. سهلة وبسيطة والعجينة طرية جدا. في طاسة بقى ونزلت بمعلقتين زيت، ما تكتريش، ونزلت باللحمة المفرومة، هي فيها نسبة دهن كفاية، نص كيلو، وفضلت اشوح فيه شوية كده لحد لما لونه غير. نزلت عليه بالتوابل بتاعتي، شوية فلفل اسود، وكمان توابل لحمة والملح وشوية قرفة، وقلبت الكلام ده كويس. نزلت بقى عليها ببصلاية كبيرة متقطعة، وكمان فلفل الوان، وكملت تقليب. فصين توم كده صغيرين بيحلوا الخليط. بعدين نقفل البوتاجاز وننزل عليه بالزيتون. حطي الاضافات اللي تحبيها، وقلبته كويس وسبته يبرد. في حلة صغيرة كده نزلت بمعلقتين زيت، عليهم معلقتين دقيق، وشوحتهم كده مع بعض، ونزلت عليهم برضو بفصين توم بيحلي الكريمة جدا او البشاميل. واقلب بقى وانزل عليه بكوبايتين كبار لبن، وبقلب شوية ملح وشوية فلفل اسود، ما بخليهوش تقيل، وبقلب وتمام كده، بسيبه يبرد. في البايركس بقى وبنزل بمعلقتين كبار من الخليط او 3 معالق. وهنا العجينة بتاعتي تحفة، شكلها جميل جدا مستوي. بنزل بقى بالخليط بعد ما برد، وبقفله كده وبرله وبرصه في الصينية. بكمل بقى الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده، وبنزل بالبشاميل من فوق، وكمان عليه جبنة شيدر، وبدخله الفرن وبيبقى شكله بالجمال دوت. مين بقى عمل كريب قبل كده وطلعت كلمة الله معاه؟ إذا عجبكم الفيديو لايك وشير من فضلكم.